عالطبلة والصفارة، ارقصي يا قمرة يا قمرة، خلي الناس تبقى سكارة، من العشق يباتوا حيارة، ويقولوا يا ولا معشقنا يا ولا واشتقنا يا ولا، يا ولا يا ولا رحمني يا ولا والنبي يا ولا ضحكة سنتها يا ولا بتزيد القلب لهيب، وجبينها بياض يا ولا بلبان صباح يا حليب، وايديها يا ولا وعينيها يا ولا كلها يا ولا، يا ولا يا ولا رحمني يا ولا والنبي يا ولا يا بتاع التفاح لون تفاحك راح في خدود ست الكل، يا بتاع الياسمين مين يندهلك مين واحنا معانا الفل، يا بتاع الرمان رمانك غلبان بص علينا وطل، دحرية يا ولا ولولية يا ولا وغازية يا ولا، يا ولا يا ولا رحمني يا ولا والنبي يا ولا رحمني يا ولا والنبي يا ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. عملنا قعد اللحمة بقى، احنا بنعمل العشاء بتاعنا يومنا العادي. عملنا غلينا القعد بتاع اللحمة وحطينا بصل وملح ولوري وفلفل اسود وطماطم، كل دوت بنحطه في الشوربة. هتقولي لي بتحطي الملح ده ما بيسويش، ده كل ده كلام فاضي. حطي الملح بتاعك عشان يملح الأنسجة بتاعت اللحمة وهي بتستوي، بتاخد الملح الطبيعي الحلو، غير اما بندي في الاخر الملح عشان بيقولوا مش عارف ايه، ما تسمعوش الكلام ده. تمام كده. بنعمل بقى ايه؟ هنسبك على حلتين عشان في ناس طالبه خضار شكل ودول طالبين خضار كده، فكل اللي طالب حاجه بعملها له عشان الكل ياكل. حلو كده اهو. ومكه منوراني ومحلياني، وهي القمر اللي في المطبخ. يا خلابي عايزه اكلها. دي الغاليه، دي الحته الغاليه بتاعتي، يا رب ما تحرمني منها. اهو برغي بقول ايه مش عارفه والله. المهم انا بصلايه هنا وبصلايه هنا، وبنعمل البصل طبعا عشان هنسبك على حلتين لنوعين خضار. حلو كده، حلو كده. طبعا الواحد يعني اليومين دولت بصراحة انا مش عارفة اصور يومي كامل، لان الواحد في يعني في ظروف برضو ان هو يعني في بتحصل حاجات على مدار اليوم، بتحصل مشكلة بتخلي الواحد بصراحة يعني بيبقى ايه، مش عارف يفضل التصوير خالص. مش عارفة افضي نفسي اصور، لان التصوير ده يا جماعة مش سهل ومش حاجة عادية، لا ده تعب
ومن ورا الكواليس زي ما بيقولوا بتبقى فيه حاجات متعبة كتيرة وبنشقى فيه. يعني التصوير مش سهل. فانا الحمد لله بيتي فيه خير والحمد لله على مدار اليوم، وكل يوم الحمد لله بنعمل اكل حلو وفخم، لان عيلتي ما بياكلوش اي اكل اي كلام، ما بياكلوش الا الاكل لازم زي ما كانت تقول المرحومه امي بزفر، لازم يبقى فيه حاجه، يعني لو حاجه كده من غير حاجه مش هياكلوها. حطينا الكوسه طبعا، ودي فاصوليا كان لها يجي 3 ايام كده مفرزلاها، بجهزها على اساس ايه انزلها على الحل على طول. بديها غلوه كده واقلمها ونخليها ونبردها ونحطها في الفريزر كده في اكياس. اعمل الاكله اسبك واقوم منزلاها كده على طول. وحطينا طبعا الشعريه اهو عشان هنعمل رز بشعريه. انا والله وادي الشعريه ما شاء الله بتصفر اهي، جميله لونها حلو. خلي بالكم الكاميرا بتظلم الحاجات، لاني في الطبيعه احلى من كده بكتير بكتير. وقلبنا الرز بتاعنا، كيلو رز ونص شعريه عشان احنا عيلتنا كبيره. والله كنت بعمل 2 كيلو، فانا بصراحه بقيت اقلل شويه، لان بيتعشوا تاني يوم مصباح يقولك ما ناكلوش خلاص. سقينا الشوربه بتاعتنا وملحنا الرز ونغطي عليه لما يشرب. هنا بقى ايه، اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعه، وقولوا عليه الصلاه والسلام. اللهم بارك على شويه الزيتون بتوعنا السنه دي، الله اكبر علينا يا رب، ناكلهم في الهنا. وحاجه كده من الاخر جميله ومتكلفه. شويه زيتون طبعا انا جبت بصراحه، اشتريت، وجوزي في ناس حبايبه من مطروح اعتبروا جيراننا، هم هناك بيزرعوا الزيتون يعني، فادوله زيتون، فعملناهم كده بقى. طبعا انا بخلي الزيتون، مش هقدر اقول لكم ان انا بصراحه بشكر في نفسي، حاجه قنبله. برطمان ده بقى جوزي طلعه لسه ما كملش حاجه، الا انه الله اكبر. قعدت اقول له طب اصبر شويه اسبوع تاني، ابدا. يقول لي ده ملوش حل، انت عامله فيه ايه؟ ده جميل جدا مش متحمل، ده هو عايز يتاكل على طول. كل ما نحط اكل دي حلوه ودي وحشه يقوم مطلع لنا. خلص البرطمان والحمد لله فيه تاني واطعم زيتون في الدنيا احنا بنعمله الحمد لله. حطينا الزيتون اهو، هو جنب كل اكل دلوقتي بنطلع الزيتون، وهو لسه ما جاش اوانه، بس هو ربنا حلاه والحمد لله ناكله في الهنا يا رب. بصوا الجمال. اذا عجبكم الفيديو بقى حطوا لايك واشتركوا في القناه، هتشرفوني باشتراككم، لان انا بزعل بصراحه على الفيديوهات اللي بعملها وبشقى فيها وبنوريلكم حياتنا، بس انتوا محدش بينفعل معانا ولا حد بيدينا لايك ولا حد بيسأل، لاننا اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخليه يعدي والدنيا تبقى كويسة. انا بلاقي غير كده بصراحة وبزعل، وممكن اكسل اعمل غيره، لان انا ما بلاقيش رد الفعل، فبزعل اقول انا بتعب على الفاضي، انا مش عايزة اعمل حاجة، انا مش عايزة اكمل القناة دي بصراحة. يعني نفسيتي بتتعب وبزعل. فبالنسبة لي انا اقعد اعمل اكل كده من غير تصوير، والراحة راحة غير اما اقعد اعمل اكل وكل حاجة لازم اصورها وكل حرف لازم اصوره، فحاجة متعبة. وما بلاقيش الناس ما بتنفعلش معايا ولا بتقدر. انا باخد المعالق كده من الدرج، فانا ما بلاقيش الناس تنفعل مع الفيديو. ابص الاقي 3 لايكات 4 لايكات، ما بلاقيش حد بيتفاعل معانا، فانا بزعل بصراحة. يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وعشان الفيديو ينتشر ويكبر بيكم. انا مش هكبر الا بيكم على فكرة يا جماعة. حطينا الرز والخضار اللي عملنا فاصوليا خضراء وعملنا كوسة، الكل اللي بيحب حاجة عملتها له. وعملنا رز بشعرية قسما بالله المعلقة منه بمبالغ، لا مش اي حد يعمل رز صراحة يعني. هو كده هتقولي بتشكر لنفسي، بشكر في نفسي. وادي لحمة وشوربة للي عايز برضو. اتمنى ان انتوا تنفعلوا مع الفيديو كده شوية،
والله يعني اقول لكم ايه، ولاد اختي بصراحه هم اللي كتر خيرهم مشرفيني. ام حمزه حبيبه قلبي، واشرقت، كتر خيركم يا حبايب قلبي، ما تحرمش منكم. اعملوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله.